عزيزي المستمع، مرحبا بك في فيديو جديد من سلسلة تاريخ الحياة. وموضوع اليوم غادي يكون بعنوان الطيور والثدييات الأولى. إذا خليك معايا ويلا ندخل في صلب الموضوع. إذا سبق وتكلمنا من قبل على الزمن الميزوزوي وكيفاش كانت النباتات والزواحف متوفرة في ذاك الزمن بشكل كبير، وكيفاش كانت الديناصورات مهمة على المراعي والسهول والمستنقعات. والتيروداكتيل كان الصوت ديالو او الصوت ديال الاجنحه ديالو كيشق السماء، وحتى كيفاش كيتعقب الحشرات بين الشجيرات اللي مازال كانت ورقيه. لكن في المقابل كاينه زواحف كتشبه الديناصورات ولكن صغيره، واضطرتها المنافسه من الاجناس الاخرى وكذلك الاعداء اللي كيقتاتوا عليها باش تختار بين جوج ديال الحوايج: اما الانقراض او التكيف في ظروف اكثر بروده في جبال عاليه ولا في اعماق البحار. ومن بين هذه المخلوقات اللي تبدات بالقساوة وربما الانقراض بان واحد الطراز جديد من القشور تشكلت على نمط الأنابيب أو قصيبات رقيقة فرعت من بعد، وغادي يكون أول ظهور فجائي للريش. هاد الأنابيب المغطية بالريش ملي كتكون مرتبة ومتلاصقة كتعطي غلاف حافظ للحرارة أكثر من أي غلاف عند الزواحف، وهذا هو العامل الأساسي اللي خلى هذه المخلوقات صاحبة الريش تغزو المناطق الباردة اللي كانت خالية من الحياة. ومع هذا التغير الحاصل عند هذه المخلوقات غادي تهتم هذه الأخيرة بالبيض ديالها، عكس الزواحف اللي كانت كتخلي البيض ديالها بلا رعاية كيتفقس تحت أشعة الشمس. من هذه المعلومات السابقة لا شك عزيزي المستمع أنك عارف بلي كنتكلموا على الطيور الأولى، وباش تعرف أيضا أن أقدم الطيور هي في الأصل كانت بحرية كتعيش على الأسماك، بحيث أن الأطراف الأمامية ديالها ما كانتش عبارة عن أجنحة، كانت عبارة عن مضارب ومجاديف كتشبه الأطراف ديال طائر البطريق. وأيضا إلا شفتي طائر الكيوي النيوزيلندي غتفهم أنه أقرب شكلا إلى الطيور البدائية، لأنه أصلا هو ما كيطيرش بل فقط كيقتات على خشاش الأرض. العلماء والباحثين لقوا في بعض الحفريات واحد النوع ديال الطيور كان الفك ديالو فيه أسنان بحال الزواحف، والديل ديالو ايضا بحال الزواحف، وعنده جناح كامل الهيئه. وكيقولوا العلماء بلا شك ان هذا الطائر كان كيقوم بنفس الوظائف اللي كيقوم بها مخلوق التيروداكتيل في الزمن الميزوزوي. واخا هكاك ما تظنش عزيزي المستمع ان الطيور في ذاك الوقت كانت انواع واشكال كثيره خلال الحقبه الميزوزوي، بل العكس هو الصحيح. وكون كان ممكن للانسان يرجع بالزمن للوراء من العصر الميزوزوي فراه يقدر يمشي في الغابات ايامات طويله بلا ما يشوف شي حاجه سميتها طيور ولا يسمع الصوت ديالها، اللهم الا بعض المخلوقات بحال التيروداكتيل اللي الصراخ ديالو كيشق الاجواء في السماء وهو كيتعقب الحشرات بين النباتات والشجيرات، وما غاديش يشوف حتى الثدييات في المحيط اللي داير به. والراجح عند العلماء والباحثين ان الثدييات الاولى كانت موجوده من ملايين السنين قبل ما يبان اي طائر في الوجود، ولكن هذه الثدييات كانت من الصغر والضآلة والاختباء أنك ما تقدرش تلاحظها بشكل نهائي. وبالنسبة للثدييات الأولى بحال الطيور الأولى دفعتها المنافسة والمطاردة باش تخوض حياة عامرة بالمخاطر والشدائد بحال المفترسات والأجواء المناخية القاسية. غير هي عكس الطيور، في عوض الريش غادي تطور عندها الشعر أو الفرو اللي غيمكنها من حفظ الصغار ديالها من البرد وقساوة الظروف. اليوم باقي فقط جوج الثدييات اللي هما كيبيضوا او معروفين بعملية التبييض: حيوان البلاتيبوس وحيوان الإيكيدنا او الزاكلوسوس اللي كيعيشوا في أستراليا. وغير واحد الإشارة مهمة خصك تعرفها عزيزي المستمع، أنه سواء الطيور أو الثدييات في الزمن الميزوزوي فراه ما كانوش شي مخلوقات مهمة وباينة، بل العكس كانوا مخلوقات ثانوية كيشوفوها المخلوقات اللي كبر منها على أنها حيوانات غريبة الأطوار وجديدة في البيئة ديالها. العلماء والمختصين كيقدروا عصر الزواحف ب 80 مليون سنة، وهي فترة ماشي سهلة فوق سطح هذا الكوكب. والسجلات الصخرية أكبر دليل وشاهد على هذه الأحداث والوقائع. من بدا الزمن الميزوزوي كيسالي تغيرت الظروف بزاف، وحتى التقلبات في معظم أشكال الكائنات القديمة اللي كانت دائما عايشة على الخوف والحذر من المفترسات، بحيث غتطور آليات الدفاع والنجاة غير مسبوقة.
ناخذ مثلا المحار العموني اللي تكلمنا عليه في الفيديو السابق، انتج في الصفحات الأخيرة من الزمن الميزوزوي واحد العدد كبير من الأشكال العجيبة اللي ما كانش غيقدر ينتجها كون كان في الظروف أو كون كان في ظروف مستقرة وآمنة. وأحسن نسخة من هذه الكائنات اللي كتحمل مواصفات متميزة هي اللي كتكون في ظروف خطيرة وقاسية. ومن بعد هذه المرحلة أو هذه الرحلة الطويلة الشاقة غتجي فترة ديال انقطاع السجلات الصخرية باش ترفع الستار على فترات تاريخية كانت مخفية. فإذا بعصر الزواحف كينتهي إلى الأبد والديناصورات بحال التيروداكتيل والإكتيوسور والبليزيوسور وجميع أجناس المحار العموني وأصناف أخرى كتختفي إلى الأبد بلا رجعة، حيت قضى عليها البرد وما مكنتهاش المؤهلات ديالها الفيزيولوجية باش تحميها من ظروف مناخ كيتجاوز قدرة التحمل عندها. من هادشي كامل كتستولي مملكة النبات على المحيط والبيئة، وغتبان مملكة حيوان جديدة أشد قوة وبأسا. وعلى العموم عزيزي المستمع، خصك تتخيل واحد المشهد مازال فيه أثر ديال الزمهرير والبرد والقساوة اللي غادي يكون مفتاح المجلد جديد من رحلة سفر حياة جديدة، فيها أصوات وزقزقة ديال الطيور عندها ريش كطير به، ولا ثدييات كتحمي الصغار ديالها بالشعر والفرو اللي كيتكون عندها. هذا الأمر عزيزي المستمع ديما غيذكرك بصدى ماضي زمني سحيق ضارب في العمق لدرجة كيعجز العقل يتصوره. إذا هنا غادي نكون ساليت الفيديو الخاص بعصر الطيور والثدييات الأولى، ومازال السلسلة ديالنا طويلة ومستمرة وفيها أحداث مشوقة وجميلة. خليك معايا عزيزي المستمع في هذه الرحلة الزمنية، ونتلاقوا في الفيديو الجاي، وتحياتي لكم.